السلام عليكم. بالله عليك يا شيعي دقيقة واحدة نشوف من هو الذي يعرف أهل البيت أكثر، أنا أم أنت؟ الآن لو سألت أي مسلم إيش وظيفة أهل البيت؟ يقول لك يعني ينقلون ما تيسر من العلم مثل الصحابة، ما في أي شيء آخر، فقط ينقلون ما تيسر من العلم. لو تسأل الشيعي إيش وظيفة أهل البيت تجد العجب العجاب. يقول لك أهل البيت يخلقون ويرزقون ويسيطرون على ذرات الكون ويقضون الحوائج وينقذون الناس ويمسكون الطائرة أنها تهبط، وإذا كنت تحتاج فلوس يجيبون لك فلوس، وإذا ما قدرت تنزل الويندوز ينزل لك الويندوز. والله أحد الشيعة كلمني هكذا، يقول لك وظيفة المهدي عج مثلا قضاء الحوائج، إذا ما قدرت تنزل الويندوز راح ينزل لك الويندوز. المهم ويرجع لك الولد الضائع، وإذا وقعت في مشكلة تقول يا مهدي أدركني، يا عباس، يا زهراء. كلهم يقضون لك الحوائج ويعطونك فلوس. يوم من العباس 10,000 دولار، ومن الزهراء 25,000 دولار، ومن المهدي عج 1,000 دولار، ومن المحسن 2 دولار فقط، المحسن مات وهو صغير. المهم يا شيعة عندكم وظائف عجيبة لأهل البيت، كل شيء يعملون، كل خلق ورزق وتدبير وإنقاذ، لكن ما يعطون الناس كتاب صحيح. علي بن أبي طالب كتب القرآن وأخفاه، وكتب الجامعة وأخفاها، وعنده الجفر وأخفاه، أخفى العلم كله. أهل البيت أخفوا العلم كله واختفوا، وتركوا الإمامة وتركوا الحكم وتركوا وظيفتهم الأساسية، ورجعوا يسيطرون على الأنهار والأشجار والأبقار والأوتار، ويوزعون الأنهار ويوزعون الفلوس والحوائج، ويسيطرون على الشمس والقمر. يا أخي والله يا شيعة أنا متعجب كيف أنتم طايقين لهذا الدين المقدس، أرواحي له الفداء. اكتب في جوجل مثلا محمد وآل محمد أحسن الخالقين، سوف تجد أحد شيعتنا عمل بحث جميل وجمع الروايات الخالقة. أيضا يقول أمير المؤمنين عين في الخطبة الافتخارية: أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا مونع الثمار، أنا منزل القطر. يعني أمير المؤمنين عين هو الذي ينزل القطر، يعني هو الذي عطش الحسين لأن القطر بيده. من أمير المؤمنين عين. شفتم يا شيعي ايش وظائف الشيعي؟ يعني الآن يا شيعي أنت تعتقد أن المهدي عج جالس في سردابه، أصلا ما أنت عارف هو في السرداب ولا في الصحاري ولا في السماء ولا في المدينة. المهم أنه جالس في مكانه يسمع دعاءنا فقط، ويرانا ويسمعنا ليلة الدخلة، ويوزع الفلوس والحوائج فقط. وعنده في يده القرآن الذي كتبه علي بن أبي طالب، وعنده الجامعة، وعنده كتب هكذا جالس يأخذها مثل الطالب المدرسي، ولا يعطيها لأحد. أنا أفديك كبدك يا شيعي، ما أذكاك وحق أضلع الزهراء. وكذلك عندك الزهراء والعباس وزينب، كلهم في قبورهم يوزعون الفلوس والحوائج. دائما يقولون لله يا الله فلان يريد إيجار، فلان يريد ينجح في اختبار الكيمياء والفيزياء والرياضيات، فلان يريد أن يتزوج بزينبية لم تتمتع من قبل، فلان يريد كذا. هذه وظيفتهم. إيش هذا الوظيفة العجيبة الغريبة يا شيعة؟ ولما تقول للشيعة إيش الإمامة، يقول لك الإمامة هي القيادة الدينية والدنيوية. ليش ما تعرفون الإمامة أنها توزيع الفلوس والحوائج؟ التعريف في وادي والأعمال الحقيقية في وادي. أهل البيت ما يقودون الناس في الدين والدنيا. أيضا وظيفة أهل البيت عند الشيعة أنهم يظهرون دائما، والله العظيم يكتب ظهور الزهراء، ظهور العباس، ظهور المهدي عج، ظهور زينب، ظهور الرضا، ظهور، كلهم ظاهرين دائما. يا شيعة تكذبون على أهل البيت. هكذا وظيفة أهل البيت أنه يظهر ثم يرجع إلى قبره، ثم يظهر ثم يرجع إلى قبره. ظهور الزهراء، ظهور العباس، ظهور المهدي عج. شفتم أهل البيت ظاهرين عندكم يا شيعة، ويأتون إليكم ويأكلون معكم ويشربون معكم، ومع ذلك ما يعطوكم كتاب صحيح، فقط فلوس وحوائج. المفروض الشيعة يعرفون الإمامة أنها توزيع الفلوس والحوائج، أرواحي لها الفداء.